بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هنعمل كده وصفة للفراخ النهاردة، كده سهلة وبسيطة وسريعة جدا، ممكن تعملها على طول متاخدش منك وقت. هنبدأ كده مع بعض الفراخ بالتوابل وبصل وفلفل. وهنا كده هعمل معاها بطاطس، عملت بطاطس وقطعت بصل حلقات. هنبدأ كده أول حاجة أجيب الكبة بتاعتنا، هانزل كده بالطماطم والفلفلة والبصل مع بعض، وهانزل بالبهارات عليهم كده أنعمهم. طبعا البهارات دي ملح وفلفل، مكعب ماجي، بصل بودر، توم بودر، بهارات فراخ مقلعة كبيرة، 7 بهارات. طبعا التتبيلة دي بتفرق في طعمها جدا يا بنات وجميلة جدا. هبدأ أنا أعمل خضروات مع التوابل دي كده خالص لغاية لما أخليها تبقى ناعمة جدا. يلا يا بنات، يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. واهلا بحبايبي اللي نوروني، واهلا متحرمش منكم ابدا من الكومنتات الحلوه اللي بتبعتوها لي. ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. كده هنزل بمقلعه زيت على الخلطه بعد ما نعمتها بالشكل ده كده يا بنات. هقلبها كده تقليبه في الكبه، ورجعت انزل بقى على الفراخ. الفراخ دي هنا يا بنات انا غسلت كده، كانت فرخه كامله، انا مسكتها غسلتها وقطعتها كده بالشكل ده كده. طبعا شلت جلد من عليها عشان احطها في الفرن. هبدا انزل بالتتبيله كده عليها. طبعا التتبيله دي لازم اظبطها بالملح يا بنات عشان الفراخ تشرب التتبيله دي كلها. هابدأ كده أقلّبها في التتبيلة من ناحيتين مع بعض بالشكل ده كده. يالّا يا بنات، يا ريت تعملوا له لايك، اعملوا لايك بقى عشان الفيديو يترفع. دي أكلة كده سهلة وبسيطة يا بنات، ممكن تعمليها على طول لو أنتِ مستعجلة. هنا كده دي بقية التتبيلة بقى، أنا حطيت فيها البصل والبطاطس، وجبت فصين توم كده قطعتهم عليها. هنا كده بقى أنا كنت اديت صدمة للفراخ على البوتاجاز بالطريقة دي كده، وبعدين نزلت عليها بالبطاطس والتوابل بالشكل ده كده، عشان أنا هادخّلها في الفرن يا بنات، هاسوّيها في الفرن بسرعة كده، وسهلة وبسيطة تستوي بسرعة في الفرن معايا على طول. طلعت بالشكل ده كده يا بنات، يا ريت الوصفة تعجبكم، ويا ريت تجربوها، سهلة جدًا يا بنات وما خدتش مني وقت، وكان طعمها خطير جدًا، جدًا. شايفين الجمال والحلاوة بتاع البطاطس مع الفراخ؟ كانت جميلة جدًا يا بنات، يا ريت تجربوها. يالّا يا بنات، يا ريت تعملوا لها لايك. عايزة أقول لكم إنها كانت تحفة، والخضار والتوابل ده كان عامل صوص جميل. يا ريت الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.